مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. أنا محمد عبد أحييكم وحلقة جديدة من برنامج بقعة حرية، تلك المساحة التي نصنعها سويا لتمتد وتصبح فضاء حرا مفتوحا لكل الأفكار. انتهينا مشاهدينا الكرام خلال الأسبوع الماضي من مناقشة قضية الحرية كقضية مركزية في مفهوم التنمية الإنسانية، وقد توسع الكثير من المفكرين في مفهوم الرفاه الإنساني كي يشمل الحياة الإنسانية الكريمة، مثل التمتع بالحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأيضا بتوافر الفرص لاكتساب المعرفة والإنتاج والإبداع. وهو الأمر الذي لن يتأتى أبدا إلا عبر فعل المعرفة نفسه. ولعل الناظر إلى شعوب دول منطقتنا العربية والإسلامية يلاحظ بشدة نقص القدرة المعرفية لدى الإنسان العربي، وذلك كله يحدث في عصر يوصف بأنه عصر انفجار المعرفة، يتجلى ذلك في قصور اكتسابها وأيضا في قصور إنتاجها على حد سواء، مما يحتم ضرورة التصدي لهذا القصور وتكريس اكتساب المعرفة وأيضا تكريس توظيفها بفاعلية من أجل بناء القدرات البشرية بكفاءة في جميع الأنشطة، ومن أجل تنظيم ورفع مستوى الرخاء الإنساني في الدول العربية. لهذا كله مشاهدينا تم اختيار المعرفة كمفهوم أساسي موضوع لهذا الأسبوع الثاني من برنامج بقعة حرية. نحاول معا أن نقارب هذا المفهوم من أكثر من بعد له، وأيضا نحاول أن نتوسع في تفاصيل هذا المفهوم وتحديد الوسائل التابعة والقادرة لتخطي كافة التحديات التي تقف أمام مفهوم المعرفة. الهدف هو بناء مجتمع المعرفة في عالمنا العربي. المعرفة أول فعل يمارسه الإنسان ممارسة تتسم بالبساطة والتعقيد في الوقت نفسه، ولذا عني الفلاسفة والمفكرون بالمعرفة حتى استحالت نظرية كاملة ومبحثا مستقلا من مباحث الفلسفة الثلاث. فالفلسفة نظريا تنقسم إلى مبحث الوجود الذي يهتم بدراسة الوجود ككل، ومبحث القيم الذي يدرس الحق والخير والجمال، وأخيرا مبحث المعرفة الذي يتضمن جزئيا أو كليا كلا من المبحثين السابقين. شغلت المعرفة بال الإنسان منذ بدء الخليقة، ولا سيما الفلاسفة الذين اهتموا منذ أقدم العصور بقضية المعرفة من خلال البحث عن طبيعتها وشروط تكونها، واختلفوا في هذا الصدد وسلكوا دروبا شتى، فمنهم من سعى إلى بلوغ الحقيقة وجوهر الشيء كالفيلسوف اليوناني سقراط، ومنهم من رأى أن مجرد إمكانية معرفة الأشياء أو جوهرها أمر مستحيل، وأنكر المعرفة تماما أمثال السوفسطائيين وبيرون. بينما رأى فلاسفة آخرون أن الحواس الخمس وحدها هي مصدر المعرفة كالفلاسفة التجريبيين أمثال ديفيد هيوم وفرانسيس بيكون. بينما رأى الفلاسفة العقلانيون أمثال ديكارت أن العقل هو مصدر المعرفة وسبيل الحقيقة الوحيد. وفي الفكر الإسلامي لم يكن الفلاسفة المسلمون بمنأى عن دراسة هذه القضية، فقد تحدث الإمام الغزالي عن الشك باعتباره مصدرا من مصادر المعرفة واليقين، يقول: فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر يبقى في العمى والضلال.
أما العلامة ابن خلدون فيرى أن الإنسان يولد خاليا من كل معرفة، غير أنه يملك الاستعدادات والوسائل التي تمكنه من اكتساب المعرفة، وأن الحواس هي نقطة الانطلاق إلى المعرفة، وبهذا يرجع المعرفة إلى أسس تقوم على التجربة ومعرفة نظرية وأخرى ظنية. وقد اقترنت نظرية المعرفة في الفكر الإسلامي بالمنطلقين الدينيين القرآن والسنة، وهو ما أشار إليه الفيلسوف ابن رشد بقوله إن العقل والحكمة لا يتناقضان والنقل بل يوافقه ويشهد له. ونؤلف صورا أخرى للمعرفة تدخل في إطار الإشراق والعلوم الظنية، أما كيفية الوصول إليها لا يكون إلا بالتعقل. ولكن هل المعرفة ممكنة؟ لقد تباينت آراء الفلاسفة والمفكرين بشأن المعرفة، فمنهم من أكد أن المعرفة ممكنة وأن الوصول إليها أمر بسيط إذا اتبع الإنسان منهج العقل، بينما رأى آخرون أن اتباع منهج القلب هو السبيل، في حين رأى فريق ثالث أن المعرفة نسبية يحددها الإنسان الفرد، فلا وجود لما يسمى بالحقيقة أو المعرفة المطلقة. وهكذا تتنوع الإجابات وتختلف الدروب، ويظل الإنسان يسأل كيف نعرف أننا نعرف الحقيقة؟ أسئلة ستبقى مثارا للجدل والنقاش لربما ما دامت السماوات والأرض. سؤال المعرفة سؤال حير الفلاسفة والمفكرين. قد يبدو سؤالا بسيطا ولكنه في غاية التعقيد. أدعوكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة والتأصيل لمفهوم المعرفة. نحاول مشاهدينا في كل مكان أن نجيب عن سؤال المعرفة. يشرفنا بالحضور في هذه الحلقة الأولى التأصيلية لمفهوم المعرفة الأستاذ الدكتور السيد رزق حجر، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. أهلا بك دكتور. كما يشرفنا أيضا الأستاذ الدكتور علي مبروك، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة. أهلا بك. أهلا بك يا أستاذ محمد. نبدأ الحوار مع الدكتور سيد رزق حجر حول مفهوم المعرفة أو سؤال المعرفة. يعني رجل الشارع العادي بداية يرى أنه سؤال في غاية البساطة، حينما يسأل أحد الناس هل تعرف كذا يجيب نعم أم لا، أو سؤال مثلا هل تعرف فلانا، نعم أعرفه أو لا أعرفه. سؤال يبدو بسيط لكنه ينطوي على حالة من التعقيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية لابد أن نشكر قناة أزهرية على هذا الاهتمام أو على هذا التوجه الذي يتعلق بكشف أو إضاءة بعض القيم والحقائق. فيما يتعلق بموضوع المعرفة بالتأكيد كما ذكرت حضرتك على المستوى العادي الناس يعرفون كل شيء، وهم في الواقع أو في الغالب لا يعرفون شيء. يعني كلما تدنى أو كلما هبط المستوى الثقافي أو المستوى العلمي كان في إمكان الشخص أن يعرف ويقول أنا أعرف كل شيء وأدعي المعرفة بكل شيء، لكن الواقع مختلف تماما، بدليل أن كثير منهم يعود ويقول أنا أخطأت، أنا أخطأت، ما كنتش أعرف أن ده راجل كويس، ما كنتش أعرف أن ده راجل مش كويس. فالحكم على المعرفة قضية صعبة جدا، وكوني أصل إلى المعرفة أو لا أصل مسألة تحتاج إلى يعني تقنين دقيق جدا. أولا ما هي المعرفة؟ ما هي المعرفة؟ السؤال يعني معرفة حقيقة الشيء، الوصول إلى حقيقة الشيء، إدراك حقيقة الشيء. هذا الإدراك على وجه اليقين. إذا أدركنا شيئا ما على وجه اليقين كانت هنا معرفة حقيقية. إذا كنا في شك فنحن في سبيل المعرفة ولم نبلغ بعد المعرفة. إذا شككنا في شيء ما فنحن في الطريق إلى معرفة لكننا لم نبلغ بعد المعرفة الحقيقية. فالقضية ليست ببساطة. طبعا من الصعب والمستحيل بلوغ الحقيقة المطلقة. الحقيقة المطلقة لا يستطيع أحد أن يدعي الوصول إليها، لكن العوض عن ذلك أن يجتمع من يعلمون الحقيقة معا ويخرجون كلا فهما واحدا فنصل إلى قدر كبير من الحقيقة. جميل. دكتور علي مبروك، ما مدى أهمية فعل المعرفة
في اكتشاف الإنسان لذاته واكتشافه للعالم المحيط به. يعني في المقدمة التي تفضلت بها أشرت عن العلاقة بين الحرية والمعرفة، وفي الحقيقة أنه نقدر يعني نقول باطمئنان أنه فعل المعرفة هو قاطرة التحرر. بس لازم نفهم يعني، وده يمكن بتصور هنا أنه المفيد الإشارة إلى عبارة قالها فيلسوف إنجليزي مهم اللي هو فرانسيس بيكون لما اتكلم عن المعرفة وقال أن المعرفة قوة. وهذه العبارة يعني ممكن قراءتها في سياق، لكن ممكن قراءتها في سياق آخر بفضله أنا شخصيا السياق ده. لماذا المعرفة قوة؟ وقوة ماذا؟ قوة من أجل ماذا؟ قوة تحرر في الحقيقة. يعني المعرفة قوة تحرر في مواجهة ماذا؟ في مواجهة كل المجهول الذي يجابه الإنسان في العالم. الإنسان يجد نفسه وجد نفسه على مدار تاريخه في مواجهة طبيعة مجهولة، في مواجهة كون مجهول، في مواجهة أيضا مش بس كده، في مواجهة ذات مجهولة. يعني أشياء كثيرة جدا في مواجهة خبرات للبشر قبله أو اللي ما يعرفهمش مجهولة. في مواجهة هذا المجهول بدأ الإنسان يبلور هذا الفعل، لأنه المجهول ببساطة ما الذي يعنيه المجهول؟ عندما يكون هناك شيئا يجهله المرء فهو يكون عبد له. أنت عارف الناس عبيد عدو ما يجهل يعني، وعبيد أيضا مش بس عدو ما يجهل، وعبيد أيضا لما يجهل، والناس يكونوا عبيد أيضا للأشياء التي يجهلونها. عندما تكون الطبيعة مجهولة بالنسبة للإنسان فالإنسان يتحول إلى عبد لها. عندما يكون التاريخ مجهول بالنسبة للإنسان، عندما يكون التراث مجهول بالنسبة للإنسان، كل هذه الأشياء تتحول إلى سلطات قابضة تخضع الإنسان وتقيده. السبيل الأوحد الذي اكتشفه البشر للتحرر في مواجهة هذه الأشكال، هذه القوى المجهولة، هو المعرفة. فعل المعرفة في جوهره في الحقيقة، لو سألتني يعني إيه فعل معرفة، أقول لك إنه فعل المعرفة في جوهره فعل تحرري. فعل تحرر بيحررنا من أشياء مجهولة كثيرة جدا. فعل المعرفة فعل تحرر، وفي بعض الأحيان دكتور السيد يكون فعل تسلط. يعني هناك وجه مقابل لفعل التحرر. بالتأكيد هو المسألة تتعلق بهدف من يعرف والغرض من المعرفة. يعني ممكن يكون واحد عايز يعرف شعب من الشعوب عشان يعرف يحكمه ازاي. نابليون لما جاي يحتل مصر خد معلومات كافية من علمائه عن مصر وطبيعة شعبها وطبيعة كذا، لأنه عايز كيف يتسلط على هذا الشعب وكيف يحكم. فالمسألة تحرر من جانب وتسلط من جانب بحسب داعي الشخص الذي يريد أن يعرف، أو العارف، الذات العارفة. هل الذات العارفة تريد معرفة للتحرر، للحياة، للامتداد؟ المعرفة امتداد. يعني كلما ازددتم معرفة كلما ازددتم امتدادا، كلما ازددتم وجودا. يعني وجود الإنسان يزداد بازدياد معرفته، وحياته تزداد بازدياد معرفته. لكن إذا كان الهدف من المعرفة هو التسلط أو القوة، ده إذا الأمر يختلف بحسب الداعي إلى المعرفة وبحسب طبيعة الذات العارفة نفسها. ماذا تبغي؟ ماذا تريد؟ هناك أقوال كثيرة لفلاسفة مفكرين حول فعل المعرفة. يعني المفكر الإنجليزي جون لوك يتحدث ويقول إن المعرفة محكومة دائما بإدراكي للعالم. يعني البوابة الأولى للمعرفة هي بوابة إدراك الذات للعالم أو ما يحيط به. نعم. قبل فقط بس بروح لجون لوك ونفهم يعني ايه المعرفة بوابة او يعني بوابة لإدراك العالم. علي فقط ان انا يعني اشير الى ما اشرت اليه من انه المعرفة ايضا تستحيل الى فعل التسلط في بعض الاحيان. لابد ان نعرف فقط الامر ليس مرتبط بالقصد من المعرفة او بالغرض من المعرفة بقدر ما هو مرتبط بوضع يصر فيه البعض على احتكار المعرفة. أن تتحول المعرفة إلى فعل محتكر، إلى فعل مؤمن. يعني عندما يتحدث البعض مثلا عن أنه هناك علوم مضنون بها على غير أهلها، هناك علوم لا ينبغي إعلانها أو طرحها للعوام أو إلى آخره.
يعني الأمر متعلق في الحقيقة بنخبوية المعرفة. المعرفة عندما تتحول إلى فعل نخبوي، وعلينا طوال الوقت أن نقاوم أي مسعى لتحويل المعرفة إلى فعل نخبوي تنتجه نخبة ومن أجل ذات وتتداوله فيما بينها وتحتكر كناهي العالمة بكل شيء. بالضبط، لأنه هنا احتكار المعرفة يصبح وجها لاحتكار السلطة. السلطة بالمعنى السياسي يعني، ويتحول المثقف في هذه الحالة ويتحول مالك المعرفة في هذه الحالة إلى قناع للمتسلط السياسي في الحقيقة. فعلينا أن ندرك أنه، وهذه التجارب تاريخية يمكن يعني الإشارة إلى نماذج لها كثيرة في تراثنا على الأقل. يعني في تراثنا ابن رشد الذي أشرت إليه قبل قليل مثلا، ابن رشد كان يتحدث في الحقيقة لما نقرأ كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، بنلاقي في دعوة غريبة جدا في هذا الكتاب إلى ضرورة عدم إعلان التأويلات للعوام لأنها تؤدي إلى كذا وكذا 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 وكذا، بصرف النظر عن كل تحذيراته وكل تحفظاته التي تنتج من يعني طرح المعرفة للعوام، إلا أنه هذه الدعوة لاحتكار المعرفة لا تصح أبدا أن تصدر عن فيلسوف يقال أنه فيلسوف عقلاني وفيلسوف تنويري وإلى آخره. دعني أعود إلى وهو يعني عفوا قبل الحديث عن فكرة لوك وهو إدراكه للعالم من خلال ذاته، استكمالا لما ذكرت حول احتكار المعرفة، وحق المعرفة هو حق يعني إنساني، يعني حق الناس أن يعرفوا ما يدور. هل فكرة احتكار المعرفة كانت مرتبطة بأزمنة محددة؟ يعني اليوم تتساقط كل الحواجز ما بين الحضارات والثقافات والعالم، هناك عالم مفتوح، فضاء مفتوح، وسائل تكنولوجية جديدة. هل هذه الوسائل الجديدة في المعرفة، وسائل الإعلام، وسائل الغير تقليدية، كسرت هذه الفكرة القديمة، فكرة احتكار المعرفة؟ شوف يعني هذا أنا يعني، لكنك أيضا في المقدمة أشرت يعني المجتمعات العربية مجتمعات في إنتاجها المعرفي مجتمعات متدني للغاية. هناك فرق بين أن تساهم في مجتمع المعرفة كمستهلك وأن تساهم في هذا المجتمع كمنتج. للأسف المجتمعات العربية إذا كانت يعني إذا بتعيش ثورة الانفجار المعلوماتي والانفجار المعرفي الراهن، فهي تعيش بشكل أساسي كمستهلك وليس كمنتج ومساهم في الإنتاج المعرفي العالمي. ولهذا السبب فهناك احتكارية للمعرفة بمعنى ما، ولكنها احتكارية كونية بقى. انتقلنا من الاحتكار طبقة للمعرفة إلى احتكار مجموعة أو إطار ثقافي معين للمعرفة. وهنا أيضا علينا أن نقاوم هذه الاحتكارية. تحديدا في هذه النقطة سوف يعني نخصص حلقة كاملة، هي الحلقة الرابعة من مفهوم الحرية حول مجتمع المعرفة. لكن نحن في هذه الحلقة التمهيدية نحاول أن نؤصل لهذا المفهوم. عودة لفكرة جون لوك، إدراكي المعرفة هي محكومة بإدراكي للعالم. شوف، جون لوك بيمثل في الحقيقة نقطة تحول مهمة في تاريخ الفلسفة. جون لوك وحتى سابقين من الفلاسفة الإنجليز تحديدا زي توماس هوبز أو فرانسيس بيكون بيمثلوا نقطة تحول مهمة في تاريخ الفكر الإنساني، من نسق معرفة استدلالي إلى نسق معرفة استقرائي، من نسق معرفة استنباطي. المعارف بتستنبط من ما نعتبره معارف أولية أو حقائق أولية ثابتة، وهذه الحقائق يمكن أن يكون مصدرها الوحي أو إلى آخره. يعني نمط التفكير الذي ساد العصور الوسطى الأوروبية. هذا النمط من التفكير أو نمط في إنتاج المعرفة. نبسط الفارق يعني طبعا سريعا ما بين النسق الاستنباطي النسق يعني الاستنباطي أنك تبدأ من فكرة جاهزة وتتنزل من هذه الفكرة إلى أن تستنبط منها عناصرها الأساسية أو مكوناتها الأساسية. أما النسق الآخر اللي بيبدأ منه الجديد بقى، اللي بدأ مع لوك والفلسفة الأوروبية الحديثة بشكل عام، فهو النسق الذي يبدأ من العالم، يتخذ نقطة بدايته من ملاحظاتي ومشاهداتي من الجزئيات إلى الأعلى إلى الأكبر. أنا أبدأ من العالم من أسفل. فجون لوك كان يمثل نقطة تحول في مسار التفكير الإنساني في الحقيقة كله. إنه أنت بإزاء حركة انتقال من عقل شغال على نفسه، عنده فرضيات وعنده حقائق أولية بيحاول أن يستنبط منها. يعني لأعطيك مثلا يعني فيما يتعلق بالعصور الوسطى الأوروبية، العصور الوسطى الأوروبية
أنت تعرف أنه ما جرى لجاليليو مثلا عندما أصر جاليليو على أنه الشمس هي مركز العالم. هذا طبعا كان بيتعارض مع فكرة أساسية. الأرض هي مركز العالم بالضبط، أن الأرض هي مركز العالم. الأرض هي مركز العالم. هذه الفكرة مشتقة من ماذا؟ مشتقة من تصور أرسطي، مستنبطة من تصور أرسطي. تصور أرسطي يرى أن التراب هو أثقل العناصر، وأنه بما أنه هو أثقل العناصر فلا بد أن يكون هو مركز الكون، مركز الكون. وبالتالي هنا انت بتحاول ان تقدم حقيقه علميه مستنبطه من فرض اولي. هذا الفرض الاولي يعني ليس موضوعا للاختبار العلمي. اما مع انتقالا من هذه العصور انتقلنا الى طريقه اخرى في التفكير، طريقه اخرى تبدا من العالم، تبدا من العالم، من المشاهدات، ومن خلال هذه المشاهدات اطور فروضا واختبر هذه الفروض لكي أصل إلى حقائق. هذه الحقائق كما علمتنا حتى الفيزياء نفسها قابلة للتطور وللتحول بشكل دائم، وهو شكل من أشكال المعرفة ونقطة تحول كما ذكرت في الفكر بالضبط. الإنساني. دكتور السيد، ما الفارق ما بين المعرفة والعلم؟ يعني اسمح لي الأول أتكلم مع الدكتور علي شوية في اللي قاله، يعني لأنه بيقول كلامه. إحنا على فكرة نختلف ونتفق وتجمعنا الجمعية الفلسفية مرة كل شهر. كل شهر نلتقي في الجمعية الفلسفية. عايزين مساحات اختلاف واتفاق. بالظبط. هو الود أولا، وبعدين نختلف في العلم كما نشاء. هو يعني أنا دائما أقول لإخواننا المتعلقين بالفلسفة الغربية الحديثة والمعجبين بها جدا، انكم دايما تتخذوا من هذه الفلسفه مراكز التغيير، مراكز التاثير. لوك عمل غير سياق الفكر. دكتور علي يعلم جيدا ان هذا التغيير بدا في الحضاره الاسلاميه، وبدات الحضاره الاسلاميه على اساس المنهج التجريبي. واظن هو قرأ كتاب شيخنا كلنا دكتور زكي نجيب محمود عن جابر بن حيان، اللي قال فيه ان انا كنت فاكر ان الغربيين هم اللي اكتشفوا المنهج التجريبي، لكن تبينت ان هذا المنهج اكتشف موجود في التراث الاسلامي. ده بالعكس، ده الحسن بن هيثم بيوصف التجربه بنفس المنهج اللي شفتها عند روجر بيكون وفرانسيس بيكون. يعني بيوصف بالظبط نفس فرانسيس بيكون مراحل التجربه، مراحل الاستقراء، تبدا بكذا وتستمر الى كذا الى القانون، الى التوصل للقانون. لكن حضارتنا توقفت. ده ما يعنيش ان احنا ننساها يعني، ونقول ان دول الاصل في التفكير. يعني من كلام الدكتور علي مبروك هو لا يرفض هذا التفسير. هو فقط بس انا اريد يعني ان اوضح شيء لصديقنا الدكتور سيد. هي المساله انه ممكن ان تكون هناك ارهاصات في الحضاره الاسلاميه او عند علماء مسلمين لما يمكن ان يقارن بالمنهج التجريبي، لكن المهم في هذه المساله هو الاتي، هو انه هذه الارهاصات لم تنبثق عنها، لم تتمخض عنها حركه علميه غيرت وجه العالم مثلما حدث في الغرب. علينا ان نقر بشكل او باخر انه ما جرى في الغرب، ان الغرب استطاع ان يغير وجه العالم واستطاع ان ينتقل من عصور الوسطى الى عصور الحديثه. نحن للان يعني بنتكلم اهو، نحن للان لازلنا نعيش مستهلكين للمعرفه. صحيح. وهذه المشكلة. طب فعل المعرفة احنا تحدثنا عنه، فعل تسلط ام فعل تحرر. نعم. وكنت تريد ان تجيب عن السؤال اللي انا طرحته منذ قليل، فكرة الفارق ما بين المعرفة والعلم. الفارق بين المعرفة والعلم يعني عشان لكي ندرك هذا الفارق في فكرنا الاسلامي نقول يصح ان نقول الله عالم ولا نقول عارف. لو فهمنا التعبيرين دول، يعني الله يصب انه عالم وليس بانه عارف، ايهما اوسع في هذا التعبير؟ يبقى العلم اشمل واوسع من المعرفه. المعرفه قد تكون اخص، لكن في سياق اخر، يعني لو انتقلنا الى مجال فكري اخر زي فكره الصوفيه مثلا، لا المعرفه عنهم اوسع بكثير. يعني هي تتحدد بحسب البيئه الفكريه التي تستخدم فيها. تمام. السعة أو الضيق، يعني سعة العلم أو سعة المعرفة أو الضيق. لكن إذا استعملنا المعنى المعجمي الاثنين ربما مترادفان. طيب بس هو في ظني مستقر معنى للعلم. يعني السؤال اللي بيطرحه الأستاذ محمد عن العلم بيعني العلم بمفهومه المستقر الآن. نعم. بما أتصور أنه بيعني العلم النظرية العلمية الحديثة. صحيح. وفي هذه الحالة
احنا هنكون يعني مضطرين اضطرارا لان احنا نقول لانه المعرفه اوسع مجالا بكثير من العلم، لانه العلم ظاهره العلم الحديث، ظاهره العلم الحديث، خلينا نتكلم عن ظاهره العلم الحديث بالمعنى الحديث، ظاهره بتدرس ظاهره محدده يعني أقل بكثير من الإطار الذي يمكن أن نطلق عليه، يعني ممكن مثلا نطلق معرفة علمية، معرفة دينية، معرفة إنسانية. المعرفة هي المظلة التي تشمل الكل. في هذا الحاجة المعرفة أوسع، هتظل المعرفة أوسع بكثير مجالا من. طيب في ضوء الفكر الإسلامي ومقاربة الفلاسفة المسلمين، وكما شاهدنا في التقرير في مفتتح الحلقة للمعرفة، يعني هناك من حاول أن يصل إليها المعرفة، يعني هناك من حاول أن يصل إليها عبر الحدس وعبر المعرفة الحسية، وهناك من تحدث وأكد قيمة العقل للوصول إلى كيف ترى؟ يعني إذا رجعنا إلى الأصل الأول للمعرفة في الإسلام وهو القرآن، هو القرآن، سوف نجد أن يقرر حقيقة مهمة، وهي أن الإنسان يولد، هستخدم التعبير بقى بتاع الفلسفة الحديثة، الإنسان يولد صفحة بيضاء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعدين قدم لكم وسائل المعرفة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذا الأساس الأول. هذا الأساس يدل على أمرين. الأول أنه قدم لنا وسائل معرفة. الأمر الثاني أن الإنسان لا يعلم شيء حتى تنقش جزئية على قلبه أو على عقله. الأمر الثالث أن المعرفة ممكنة. الأمر الثالث أن المعرفة ممكنة. يبقى حللي 3 مسائل في قضية المعرفة. إمكان المعرفة، إذن هي المعرفة ممكنة، ما دام بيقول وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يبقى هذه وسائل للمعرفة. ما دام تحدث عن وسائل المعرفة يبقى المعرفة ممكنة. أعطاني مصادر المعرفة أو وسائل المعرفة، حدد لي التمازج الشديد اللي هنسميه بقى عند كانت المثالية. يعني حدد لي القرآن لم يطلق العقل وحده أبدا، إنما دائما يقترن العقل بالحواس. العقل بالحواس، وده يقول إن المعرفة الحسية والعقلية هي يعني الوصول المعرفة تبقى عن طريق الحس والعقل معا. تمام. طب لماذا لمست في بداية كلامك كأن في خصام ما بين الفلسفة الإسلامية أو الفلسفة الحديثة؟ يعني حضرتك بتقول لا يعني زي قال كانت أو زي ما قال الفلسفة الحديثة، لا اسمح لي، هناك مساحات مشتركة كثيرة يعني. طبعا بالتأكيد أنا ما بقولش خصام، ده بالعكس، ده هم بيعترفوا، ده هم بيقولوا بصراحة أكتر منا إحنا إن هذا العلم اللي وصل لنا إحنا خدناه عن العرب. وواحد قال كلام أكيد الدكتور علي يعرفه، بروفولت قال كلام يعني أصعب بكتير، أنا ما أقدرش أقوله. بيقول ليس لبيكون لروجر بيكون ولا لسميه دور في العلم، إنما علمهم هو العلم المسروق عن العرب. أنا ما أقدرش أقولها، إنما بروفولت قالها. هو العلم المسروق عن العرب. كما ذكر دكتور سيد في بداية الحلقة، احنا اتفقنا ان العلم سلسلة فعل المعرفة وفعل تراكمي ما بين الحضارات والثقافات كلها، تحديدا قبل احنا خدنا من اليونان وعطينا للغرب وهكذا. صحيح. قبل التوقف مع الفاصل تود دكتور علي أن تعلق على هذه النقطة، وصول المفكرين والفلاسفة إلى المعرفة، كيف يحاولون من خلال أعمال العقل، من خلال استخدام الحدس، يعني كيف ترى النماذج والأسماء التي حاولت أن تقترب من مفهوم المعرفة؟ شوف، هو يعني الأدوات اللي بيعرف بيها البني آدمين باستمرار مرتبطة باللحظات التاريخية، يعني سيادة أداة على أداة أخرى مرتبطة بمسار التطور التاريخي للإنسانية. العقل بيسود في أوقات بيبقى في تركيز في بعض الأحيان على الحواس باعتبارها مصادر المعرفة. أحيانا بيصل الناس إلى مرحلة يدركوا فيها أنه والله لابد من طريق ثالث يتجاوز الأداتين، أو من أداة ثالثة تتجاوز الأداتين السابقتين. كله بيبقى مرتبط بيه يا أستاذ محمد. علينا أن احنا نلاحظ ده، بأنه الظاهرة الإنسانية أساسا ظاهرة معقدة جدا وظاهرة مركبة، ما هياش ظاهرة بسيطة. وظاهرة مركبة يعني إيه؟ يعني ببساطة استحالة إنك تعرفها بأداة واحدة. صحيح. بشيء واحد. أنت قدام كائن عجيب، يعني موضوع في الكون، وظاهرة حياته وظاهرة وجوده وظاهرة اجتماعه وظاهرة هذه وظاهرة التركيبات اللي بيخلقها، سواء كانت تركيبات اجتماعية أو سياسية أو تاريخية، وعلاقته مع الكون وعلاقته مع
ما وراء الكون، علاقته بكل هذه الأشياء بتقتضي منه انه يطور، بتقتضي من البشر باستمرار ان هم يطوروا ادوات بحيث تستوعب عناصر في تجاربهم، عناصر التجربه الانسانيه. كل تعدد معرفي مرتبط بشكل اساسي بانه التجربه الانسانيه تجربه واسعه جدا وتجربه غنيه، ولا يمكن ابدا اختزالها في اداه واحده او في طريق واحد أو في مسار واحد. جميل. يعني أدعوك دكتور علي وأدعو دكتور سيد لمتابعة هذا التقرير. رجل الشارع، الناس كيف يرون هذه الفكرة، فكرة المعرفة، وكيف يجيبون على سؤال المعرفة. نتابع هذا التقرير ومن بعده لنا عودة في بقعة حرية. وسائل المعرفة تختلف من عصر إلى آخر باختلاف أشياء كثيرة جدا، منها التقدم التقني والثقافات وغيرها، وتغيرت كثيرا طبعا في الوقت الراهن، فظهر مجتمع يعرف بمجتمع المعرفة. المعرفة تغيرت من مجرد اعتماد على أساليب قد تكون بدائية جدا في عصرنا الحالي، أما الآن فتعددت بشكل كثير جدا. هناك ظهر الإنترنت، ظهر الكمبيوتر، قبل ذلك طبعا ظهرت وسائل الإعلام بكل أشكالها، المذياع، ثم التلفزيون، ثم كل الوسائل الحديثة المتعلقة بالإنترنت وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة. يضاف إلى ذلك كثير من الوسائل الأخرى منها المطبوعات. الصحافة تعتبر جزء من وسائل المعرفة. التعليم نفسه بمناهجه يعتبر مصدر آخر من مصادر أو من وسائل المعرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. هي بالنسبة لوسائل المعرفة، طبعا دلوقتي التكنولوجيا بقت اسهل كتير بالنسبه لوسائل المعرفه في اي حاجه، حتى في تصوير الورق اسهل اسرع كده، بس دي وسائل التكنولوجيا الحديثه. لكن بالنسبه للمعرفه كان يعني زمان واحنا صغيرين كنا يمكن نقله الورقه بتثبت المعلومه اكتر، القرايه كانت بتثبت المعلومه اكتر. اما دلوقتي سهولة الحاجات دي كلها بتخليني أحصل على المعلومة بسرعة، بس زي ما بحصل عليها بسرعة زي ما بتطير مني بسرعة. الدولة عليها أن تجعل من وسائل المعرفة أنواع متعددة، وأن تجعل للمعرفة وسائل كثيرة كالنت والمعارف المختلفة والكتب والمكتبات ودوائر المعارف وهكذا. فعلى الدولة أن توفر كل هذه الأمور حتى نحقق المقصد العظيم، وهو الوصول إلى مجتمع معرفي عظيم، وحتى تتفتح عقول أبنائنا وعقول أولادنا، وتستطيع أن تتصل بالعالم الخارجي على نحو ناجح دون أن تترك هويتها ودون أن تترك أخلاقها ومبادئها، لكن نأخذ ما نراه نافعا لنا ثم نرد ما لا نراه خيرا لنا. والدولة لها دور عظيم في هذا الأمر، ونؤكد على هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا. المناهج فيها حشو في المعلومات زيادة، والمفروض ان المنهج هو المنهج. لو بصينا للمفهوم بتاعه ايه، المفروض ان المنهج عبارة عن جميع الخبرات اللي بيتلقاها الطالب سواء داخل المدرسة او خارج المدرسة. لو احنا بصينا بنظرة للمناهج الحالية هنلاقي لا تتفق مع مفهوم المنهج بمفهومه الواسع من الناحية التربوية الآن، وإنما المناهج كلها بتركز على الجانب المعرفي القائم على الحفظ فقط. تابعنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير حول مصادر تلقي المعرفة، وتعليق سريع من ضيفي الكريمين حول هذا التقرير. ما الذي استوقفك؟ الحقيقة أن التقرير كما استمعنا إليه جميعا أعتقد أنه يركز على مصدر أساسي وهو المصدر التعليم. ربما في إشارة إلى النت، في إشارة إلى، لكن بيركز على المناهج، التعليم، تلقي المعلومات، الحشو في المناهج. فهو كأنه يهتم بجانب معرفي أو بمصدر معرفي واحد. مصدر واحد من مصادر المعرفة هو التلقي هذا في التعليم. دكتور علي ليك تعقيب على يعني تعقيبي الأساسي متعلق بالحقيقة بأنه ما أثير حول سهولة
يعني ما أصبح يعني ما يسره العصر الآن من سهولة تلقي المعرفة، وإنه ما يأتي سهلا يذهب سهلا. أنا أستطيع أن أؤكد ذلك بالفعل، إنه في الجامعة بلاقي مثلا طلاب مع كل شغلهم من على الإنترنت على الإنترنت، وبكتشف انه في الحقيقه هذه الاساليب خلقت جهلا مركبا ولم تخلق ابدا يعني معرفة. افهم من هذا الكلام ان فعل المعرفه يحتاج الى مشقه وجهد ومجاهده لكي تحصل على المعرفه. يعني لا، اذا زي ما سمعنا في التقرير وزي ما قال الدكتور علي، المعرفه اللي بتيجي سهله ايضا بتطيع بسهوله. اذا انا كبت في تحصيل المعرفه، هذا يثبت المعرفه ويجعلها اساس لمعرفه اخرى، يعني منطلق لمعرفة تليها فيما بعد ذلك. فالحقيقة أن المعرفة تحتاج إلى معاناة ومكابدة. يعني ما معنى أن الطالب يروح ياخد كل نصوصه من النت ويجيبها في رسالة وإحنا شفنا هذه الأمور. هذه الأمور لو سألت الطالب تظهر في مناقشة الطالب، لأنه هو حصل المعلومة بسهولة مش عارف يجاوب عنها. صحيح. طيب يعني هو إذا شئت فقط بإضافة سريعة جدا في هذا الموضوع، إنه إذا كان باقي الثقافة العربية بشكل أساسي هو سيادة النزعة النقلية، ففي الحقيقة أنت تكتشف أنه التقنيات الحديثة في تداول المعرفة فاقمت من هذه النزعة، يعني جعلت يعني يسرت للطالب عمليات النقل، وأصبح الطالب وهذا النقل لا يبني معرفة حقيقية، يبني معرفة تذهب التحليل العقل، عملية العقل. صحيح، عملية العقل. طب احتكار المعرفة في العالم العربي لفترات طويلة، هل بيكشف وجه آخر هو احتكار السلطة السياسية للمعرفة؟ نعم بكل تأكيد. يعني فعل الاحتكار جوهره يعني واحد، مش بس احتكار السلطة السياسية، احتكار كمان السلطة المجتمعية، سلطة في المجتمع. يعني كل أشكال الاحتكار بتغذي بعضها البعض وبتنفتح على بعضها البعض. المحتكر سياسيا في حاجة إلى احتكار معرفي، وفي حاجة إلى سلطة اجتماعية كمان بتحتكر الفضاء الاجتماعي. يعني الآن مثلا، يعني لو تأملت في الأزمة في مصر في هذه اللحظة، أزمة مصر في الحقيقة هي أزمة نخبة ظلت مشغولة طول الوقت بتداول معارف تخصها، معزولة في عزلة كاملة عن مجتمعها، وفوجئت بدا وكأنها مفاجأة في النهاية عندما وجدت أن هذا المجتمع يلفظها ويعني يعود إلى ما يتصوره تاريخه وثقافته إلى آخره. هذا الذي يحدث في الحقيقة هو نتاج سنوات من نخبة معزولة تحتكر المعرفة، تحتكر مفاهيمها، تحتكر مصطلحاتها، ولا لا تتواصل مع رجل الشارع البسيط. هذه النخبة تتحدث مع نفسها. بالضبط هي نخبة بالفعل تتحدث مع نفسها ومعزولة عزلة كاملة عن هذا وبالتالي عندما وجد هذا المجتمع، عندما وجد نفسه حرا، فلم يجد أمامه إلا ثقافته التقليدية يعول عليها، إلا معرفه التقليدية يعول عليها. هذا هو جوهر، يعني هذا الذي نعيشه في مصر وفي العالم العربي في هذه اللحظة هو نتاج عملية الاحتكار. هذه نخبة لم تنفتح على مجتمعها وظلت تعيش في عزلة بعيدة عنه، وهذا هو الحصاد الذي تحصده هذه النخبة الآن. يبدو أن هو حصاد مر. يعني حتى احتكار المعرفة اللي بيتكلم عنه الدكتور علي، وأنا طبعا عارف آراءه في المسائل دي، هو ده هم مش احتكروا المعرفة فقط، احتكروا المعرفة واحتكروا الثروة واحتكروا الوقت واحتكروا عمرنا احنا، عمر الشعب، احتكروا حياتنا، احتكروا حياتنا كلها، مش بس اللي احتكروا كل شيء. تمام. في أشكال كثيرة جدا باحتكار السلطة السياسية، وأيضا توظيف الدين، يعني احتكار الدين أو فهم معين للدين بشكل في نوع من التسلط. وهناك دول قامت على هذه الفكرة، فكرة احتكار الحقيقة المطلقة، دول دينية يحكم عليها التاريخ، يعني هي نجحت أو فشلت. هناك دولة أكثر من دولة تتحدث باسم الدين بشكل مباشر، دولة إيران وغيرها، السعودية. يعني هذه الفكرة أن يحتكم السلطان بما بيديه من سلطة سياسية على الأرض، وأيضا احتكار الدين أنا أعتقد أن في الواقع هذه الوسيلة لكل نظام دكتاتوري،
ولذلك انا بقول لما نيجي نحاسب على الفساد اللي حصل في مجتمعنا لازم نجيب اولا رجال الدين الرسميين. رجل الدين الرسمي اللي هو بيشتغل بس مبرر للسلطان ومفتي للسلطان، لأن دي مسألة خطيرة جدا. يعني إذا كان الحكام أفسدوا فده جزء من إفسادهم. إذا كان الحكام أفسدوا فالصحفي اللي كان بيكتب مقالة في الصفحة الأولى جزء من إفسادهم. مسائل كثيرة محتاجة تطهير. فالواقع أن استغلال الدين في السياسة بيخرج الدين عن طبيعته، يعني حتى بيفسد الدين. يعني أنا بسمع آراء في الدين لا تتفق مع الدين، لما يقولوا ان الخروج على السلطان الجائر حرام ويعلنوها، ولما يقولوا ان الاستعانة هناك ايام حرب الخليج في السعودية الاستعانة بالاجنبي حلال، الاستعانة بالاجنبي على المسلم حلال، ويجيبوا تدخلات ويجيبوا توظيف للدين، يفسد الدين نفسه. يعني يفسد او بيعرف الراجل العامي الدين بطريقة خاطئة. تمام. دي مسألة خطيرة جدا. فعل المعرفة فعل تراكمي، تحدثنا عن المعرفة التراكمية. هناك من يتحدث من أجل بناء نهضة جديدة وتحول جديد فكري يجب أن نحدث ما يعرف بالقطيعة المعرفية مع الماضي. وهناك طروحات لمفكرين يعني أسماء كثيرة، أدونيس مثلا وغيره تحدث عن هذا المفهوم. فكرة القطيعة المعرفية يجب أن نهدم قيما قديمة ونستبدلها بقيم جديدة ونتقاطع أو نقطع الصلة بالماضي. كيف ترى هذا الطرح؟ أنا هوضح طبعا مفهوم القطيعة المعرفية كما جرى استخدامه في العالم العربي يعني في السنوات الأخيرة، لكن يعني اسمح لي بس يعني كمان أعلق على مسألة الاحتكار الدين وتوظيفه في الحصول على مكاسب سياسية أو في احتكار الفضاء السياسي. يعني صحيح. أنت تحتكر الدين من أجل أن تحتكر الفضاء السياسي، توظيف معرفة دينية لخدمة سلطان. بالضبط. يعني هذه المسألة في الحقيقة يعني نحن ننتقدها بكل قوة، لكن أنا بتصور أن احنا لا نفعل ما يكفي لمواجهتها. وكيف نواجهها؟ ببساطة يعني الجمهور العادي لا يعرف يعني من في تراثه الديني أو من فكره الديني إلا سردية واحدة مستقرة، ويرى أنه هذه السردية هي الدين، وهي الدين الصح والدين الحق وإلى آخره، رغم أنه هذه سردية من بين سرديات أخرى. يعني التراث الإسلامي ما هواش أبدا، والدكتور سيد أعتقد أنه يوافقني على هذا، لا يمكن اعتباره ساحة لسردية واحدة أو لصوت واحد. هو ساحة لسرديات متعددة وساحة لأصوات متعددة. بتصور أنه في السياق الراهن تمام لابد من فتح الجمهور على هذا النوع من المعرفة. تمام. بدل أن تكون هناك سردية واحدة تمام تحتكر الساحة، يبقى أمامه أكثر من طرح فكري وأكثر من سردية. لابد أن نفتح الباب. عفوا عشان الوقت البرنامج بيدهمنا يعني عودة إلى هذا المفهوم القطيعة المعرفية، لأنه مفهوم مهم. مفهوم القطيعة المعرفية لا يعني هو أدونيس لم يستخدم هذا المفهوم استخدام مباشر، ربما استخدمه المفكر المغربي الكبير محمد عبد الجبري، هو اللي استخدم هذا المفهوم، واستخدم هذا المفهوم مستعيرا له من سياق الفلسفة الفرنسية المعاصرة. المفهوم لا يعني أبدا أي هدم ولا أي نقد ولا أي رفض. بالمناسبة هو الذي يعنيه المفهوم ببساطة أنك تنتقل من أسلوب ما في معالجة التراث وفي معالجة الماضي إلى أسلوب آخر. دعني أعطيك مثلا أنه مثلا يمكن أن نذهب إلى التراث من أجل البحث فيه عن حلول لأزماتنا. مثلا هذا أسلوب في التعامل مع التراث، وهذا الأسلوب كان مستقر على مدى سنوات طويلة. الطرح اللي بيطرحه الجبري هو أنه إحنا هننتقل من هذا الأسلوب في التعامل مع التراث إلى أسلوب آخر يلح على معرفة التراث، أن يتحول التراث إلى موضوع نعرفه، نقرأه في سياقه التاريخي، نربطه بهذا السياق التاريخي والمعرفي الذي تبلور فيه، ونفتح الباب عبر هذا الربط. بما أنه أنا كقارئ، أنا كمان كقارئ عندي سياق معرفي وتاريخي مختلف، أفتح الباب لأن يكون لي معالجة مختلفة
تمام. طريقة مختلفة في التعامل مع هذا التراث، نظرة أخرى كيف أتعامل مع التراث. بالضبط. الأمر يتعلق كما أشرت بالضبط بتغيير النظرة تمام. إلى التراث تمام. فقط. طب كلمة أخيرة الدكتور سيد رزق حجر فيما يخص ما يطرح من مفاهيم تتعلق بالقطيعة المعرفية مع الماضي. يعني هو الحقيقه زي ما قال الدكتور علي، القطاع المعرفيه احنا لو شفنا نهضه اوروبا لم تقم ابدا على اساس قطاع معرفيه. وهو يعلم وانت تعلم ان التراث اليوناني حرك والتراث الاسلامي حرك نهضه اوروبا، ما كانش قطاع مع الماضي. لكن ما نقولش ان الماضي هو كل شيء، الماضي ليس مقدس، لابد ان نعلم ان التراث الاسلامي ليس شيء مقدس، المقدس هو القران والسنه، النص القران ونص السنه، كل ما عدا ذلك فهمي وفهمك وفهم فلان وفهم فلان، هذا ليس مقدس. انما احنا بناخد الاتجاه اللي فيه الدليل، اللي ممكن يمشي بدليل، ولا ورأي فلان في هذا الجانب لا يعاد رأي فلان في هذا الجانب، لأن هذا اجتهد وهذا اجتهد. فالمسألة ان احنا نترك باب الاجتهاد، ودي الدعوة اللي بينادي بها كل المصلحين تقريبا، احنا نفتح باب الاجتهاد على مصراعات. تمام. لأن النهضة مش هتتم إلا بهذا. يعني وصلنا إلى ختام الحلقة، ويعني نتمنى أن نكون قد حاولنا الإجابة على هذا السؤال. هو سؤال صعب للغاية، سؤال المعرفة، لكن على وعد مشاهدينا باستكمال هذا المفهوم في الحلقات القادمة في هذا الأسبوع. نشكر الأستاذ السيد رزق حجر، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. شكرا لك يا فندم، شرفتنا، وشاكرين تلبية الدعوة. كما أشكر أيضا وتوجه بالشكر العميق للأستاذ الدكتور علي مبروك، أستاذ الفلسفة كلية الآداب جامعة القاهرة. شكرا لك. ألف شكر لك. هي إضاءة أولى حول مفهوم المعرفة. في الحلقات القادمة إضاءات أخرى لهذا المفهوم وما يتصل به من مفاهيم. تابعونا الحلقة القادمة والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية.